الخبير التحليلي الكبير عبد الله فلاته يرد ويقول: يا محمد الشيخ انت ليش دايم تجبرني عني هاجم الهلال؟ اسمعوا كلامه كامل. انا ما ادري محمد الشيخ انت تستفيد لما تجرني عشان انا اهاجم الهلال. ابو احمد ما نبغى الموضوع ليش تجرني اهاجم الهلال؟ ايش تستفيد لما استمرارتي يحط الهلال في وجهي عشان انا استمر في هجومي على الهلال؟ اهاجم الهلال. انا ماني مهاجم الهلال عشان اريح. ابو احمد نقاشك طيب بس مع برنامج الفكره ونختم الموضوع. لا معلش انا افهم الكلام. برنامج الاستقطاب ليس معني بسداد الديون. الدين اللي كان على الاتحاد سدد من دخله من الصندوق يصرف لكل نادي من الانديه 300 مليون بالتساوي. الصندوق ما عنده ما عنده فروقات. رئيس الاهلي بنفسه طلع واحتج على السد الذي كان سددت الاتحاد سدد من الصندوق عشان الصوت. بس النقطه الثانيه كويس اليوم انك ناقضت نفسك. ورئيس الاتحاد ورئيس الاهلي لا رئيس الاتحاد ما قال لا تقول رئيس الاتحاد. النقطة الثانية خليني أكمل عشان الصوت. أنا سبتك تتكلم. أنا سبتك تتكلم. لحظة أنا سبتك تتكلم. خليك حواري. أنا سبتك تتكلم. معليش عشان الصوت والناس تسمع شيء واضح. اليوم ممتاز إنك غيرت كلامك. لا كنت تقول معليش ما يستحق هذا. لا علشان أنا أحطك أمام المشاهدين بوضوح. غيرت كلامك وناقضت نفسك. كنت تقول وزير الرياضة أكد انه جلبنا الاتحاد 8 لاعبين. اليوم رجعت في كلامك وقلت 3 لاعبين. ممتاز انك اعترفت. قال الاتحاد قال استكفينا 3 لاعبين وبعد الضغط جاب لاعبين وتم ضغط. جاب الاتحاد ومن دخله. هذه اللي كنت غالط فيها. لا خلاص. انا سبت اتكلم. وزير الرياضة قال طيب اختم لي هذا ما تقعد في نقاش. اسمح لي علي عشان ما تقعد في نقاش وترد وترجع ترد. إذا عندك معليش أبو عبد الله أعطيتك وقتك. أبو عبد الله محمد الشيخ أعطيتك وقتك. أبو أحمد إذا عندك جملة. مو وزير الرياضة محمد الشيخ ناقض نفسه وقال كلام غير اللي قاله. وزير الرياضة قال 3 لاعبين. بعد كده اللاعبين اللي جابهم من الاتحاد من حسابه والمقطع موجود وأعطيته لأبو بدر عشان أنا أحترم التعامل. وحط أبو بدر في الموقع وقال عبد الله فلاته اكسب. هذه نقطة. معلش اذا نبغى نقول لاعب اذا جينا قلنا لاعب جاب الاتحاد ب 40 مليون، ترى في ناس جاب لاعب ب 123 مليون. 123 مليون الاثنين وصلتهم 90 هنا لسه ما وصلوا. لا محلي. لا معلش خلينا بس. ابو عبد الله رجع مو اسلوب حضاري. لا ما يصير. خلينا اغلق كلامي. ابو احمد اللي عندك. معلش ابو احمد الرجال ما قاطعك فاعطيناه وقته خليه يتكلم ارجوك معلش. احنا لما نتكلم في دي النقاط نتكلم في نقاط واضحه. انا لما اقول كلام بكلام شخص يعتد به. هو كان مدير استقطاب سعد اللذيذ يوم اتكلم كلامه الاول واللي محمد انتقده يومها هنا في البرنامج. قال له انت من انمار والى اخره، عنده جمهور عنده والى بعدين لما رجع قال بعد فتره قال سعد الذي انا اجلس الوجه ولا علي. اقول بصريح العباره برنامج الاستقطاب ليس معني بالديون. الديون سددت من مداخيل النادي من الصندوق. انت ترد وين اداره الاتحاد ما ردك لما طلع سعد اللذيذ وقال سددنا ديون الاتحاد والاهلي؟ وين اداره ما سدد ديون الاتحاد؟ هرج انمار حالي اتكلم وقال لك الله يعز الدوله. لا حد يقول لنا نادي دفع ما نادي دفع. اتكلم انمار